يا بابا انا ماشيه، عايز حاجه؟ لا روح يا بنتي بالسلامة. خد يا بنت. اللي عايز حاجه يا ابوي وماشي على طول. بعد اذنك يا ابوي. مالك يا ولدي ومال اختك عمال تزعق فيها كده ليه؟ راح تشتري حاجة وجاي. لا يا ابوي، ازاي راح اجيب حاجه وحديه؟ له واجب عليني راجل يطلع معاها وتجيب الحاجه اللي هي عايزاها. انا مقطو الصغيره للكلام ده يا هيثم، وبعدين طول ما ابويا عايش انت مالك بيا اصلا؟ ماليش دعوه. انت جنيتي في عقلك ولا ايه؟ اسمعي، انا محترم ان ابويا واقف. قلت لك يا ابوي بعد اذنك، ما عندناش بنات تطلع غير الا ويكون معاها راجل يونسها في طريقي، لكن تطلع وحديها كده وتروح وتيجي لا، ما عندناش الكلام ده واصل. ده اللي عندي يا ابوي. عاجبك يا بابا يعني كده كلامه؟ هو بيتحكم فيا ليه طول ما انت عايش؟ المفروض ما يتحكمش فيا. وفيا ايه يعني؟ انا خارجه اشتري حاجات مع اصحابي يعني. اخوكي وخايف عليكي، ومن حقه ان هو يقول لك كل الكلام ده. اهو رد عليك يا ابوك، ومن اليوم وطالع طلعتك دي هتبقى بشورتي انا. ايوه ما تستغربيش، ولما تروحي مشوار قولي لي تعالى يا اخوي روحي معاي. سامعه ولا يا بنت ابوي؟ لحد ما يجي لك نصيبك ونجوزوك ان شاء الله. والمفروض واجب على اي واحد يطلع مع قريبته، اخته، بنت عمه، يروح معاه في الطريق. بس الكلام ده يا هيثم لو انا صغيره، لكن انا كبيره وفاهمه انا بعمل ايه وما اعملش ايه. وبعدين انا رايحه اشتري طلبات يعني. اسمع يا بنت ابوي، انا واثق فيك وعارفك، بس كلمتين وهنلخص الموضوع. قلت لك لما تيجي تطلع بعد كده لازم يكون معاك يا اخوك. سامعه ولا ما سامعاه شيء؟ وادي نبهت عليك، وابويا هيعقلك، وواجب على اي واحد هرجع واقولها لك تاني يطلع مع اخته. ولو انا كلامي غلط قول انت يا ابوي. عاجبك كده؟ بوظ لي الخروجه اللي انا كنت خارجه انا واصحابي نجيب شويه حاجات. معلش يا بنتي، اخوكي وخايف عليكي، واحنا هنا عاداتنا وتقاليدنا ما تسمحش بكده. طالعه مشوار اخوك يروح معاكي، ده اللي عندي وعند اخوكي. والله بعد اللي سمعته ده بودني، انتوا ناس محترمين وانا طالب بنتكم للجواز، واحنا نتشرفوا بيك يا ولدي. وانتوا ناس محترمين مش هلقى احسن منيكم، وسيلتكم في البلد سيله نظيفه. تشرف تشرف في اي وقت يا ولد. وانا هجيب ناسي وهجي لكم. تشرف في اي وقت. السلام عليكم. استنى يا اخويا، رايح فين؟ ايه يا بنت ابوي؟ انا جايه اعتذر لك يا هيثم على اللي حصل، وانت عندك حق وابويا كمان عنده حق، وانا هسمع كلامك. ولو عايز ان احنا نروح سوا يلا بينا نروح سوا. حصل خير يا بنت ابوي. بص لازم فهمهولك ان لازم يطلع معاك يا اخوك. ما قعدش اخوك ابوك يفايق يطلع معاك، عشان خاطر السيره اطول من العمر، ومش عايزين حد يقول علينا كلمه. حاضر يا اخويا، يلا بينا بقى، تعالى معايا نجيب الحاجات سوا. ماشي يا بنت ابوي، يلا بينا. يلا بينا. والمفروض واجب على اي واحد يطلع مع قريبته، اخته، بنت عمه، يروح معاه في الطريق.